في مكان ما بطلنا اكاتسكا جاستس بيضرب شويه بلطجيه عشان ينقذ شخص، بيهرب منه البلطجيه بعد ما ضربهم وبيشكروا الشخص وبيديه حجر مرسوم عليه شكل، بيكهربوا الحجر وبيدوب في ايده وبيتبقى الشكل اللي بيلزق زي الوشم على كفه. تاني يوم بيجري اكاتسكا وصديقه طفولته ايتشينوسي توكو يلحقوا المدرسه، وبيكون اكاتسكا على وشك انه يخبط في بلوزي فلوزي وشايفك اللي بتتريق على اسمها، الصراحه هو يستحق التريقه. المهم بترزعه فلوزي بكشاف على جبهته توقفه وبيقع، بتعتذر له وبتمسك ايده عشان تقومه، ولكن فجاه هما الاتنين بيتكهربوا وبتتفاجئ فلوزي وبتمشي. بيروح اكاتسكا المدرسه وبيفضل طول الحصص يحاول يشيل الوشم ولكن ما بيعرفش. بيسالوه اصحابه هيدي وتوشي عن الوشم، رد بان راجل اداهوله اما انقذه. فبيقول له توشي ان في اشاعه منتشره عن ان امريكا بتطور سلاح سري تستخدمه ضد مملكه سيلينيستان المتطوره، بس حد اخده بره امريكا وعلى اساسه انتشر في العالم الاجرامي في اليابان، وشكل السلاح السري شبه الوشم اللي في ايدك. بيستعجب اكاتسكا من كلامه وبيساله ما دام عرفت المعلومه دي يبقى ازاي سري؟ بتقاطعهم توكو وبتاخد اكاتسكا معاها عشان يتسوقوا، فبيسيبها وبيتصل بجده يقول له انه هيتاخر على ميعاد تدريب الدوجو، بس بتظهر فلوزي قدامه وتخطف موبايله على غفله وتجري، فبيجري وراها اكاتسكا لحد ما بيوصلوا المبنى. بيطلب اكاتسكا موبايله منها، بتتجاهله وتساله جبت منين الوشم ده؟ ما بيلحقش يستوعب سؤالها، بتقوم ضرباه ولكن بيتفادى الضربه، بتقول له السلاح ده امريكي وسري ولازم ارجعه، وبتكمل ضرب ولكن بيتفادى كل ضرباتها وبيحاول يهاجمها ولكن بيفشل. بتضربه لحد ما بيقع على الارض وبيفتكر انه هيموت، اما بيلاقيها نازله عليه بخنجر ولكن بتحطه جنب وشه، وبتعتذر له انها اتحمست زياده عشان اتفاجئت بصموده قدامها من غير ما يستخدم قوه الوشم. بيسالها عنه فبتوريه وشمها وبتقول له ان اي وشم بيكون ليه منشط خاص يطلع قوته الحقيقيه، وان وشمها بيتنشط بالطباشير، ومستعمل الوشم اسمه مختوم، ووشمه ليه القدره على استدعاء ظواهر خارقه للطبيعه. بتوريه فلوزي قدرتها وبتشكل كوره من هواء الغلاف الجوي كثافتها عاليه جدا وبتفجرها قدامه. بيروح اكاتسكا لتدريب الدوجو وبيبهدله جده عشان خسر قدام الحرامي اللي سرق موبايله، وبيقول له ابوك مات عشان ما كانش قوي، فانت لازم تبقى اقوى لان العداله من غير قوه ملهاش اي لازمه. بيفتكر اكاتسكا ذكرياته مع ابوه اما كان بيواسيه وهو بيعيط بانه اما يزعل يبص لقدام دايما، واما يعوز حاجه يمد ايده عشان يوصل لها، وبيتاثر باللي بيفتكره وبيدمع. بتراقب فلوزي اكاتسكا من بعيد وبيسالها توم ليه ما قبضتيش عليه بدل ما تراقبيه؟ مش مهمتنا الاساسيه هي استعاده كل الوشوم اللي اتسرقت مننا، فلازم نقبض عليه بدل ما يسرب اي معلومات بره. بترد عليه بسيب لي موضوع اكاتسكا ده هحله انا بنفسي. بتفضل تراقبه لمده كذا يوم وهو عارف انها بتراقبه لحد ما بتتنرفز توكو وتخرج عن شعورها من مراقبه فلوزي ليهم، فبيهديها اكاتسكا وبيقول لها اسبقيني وانا هتفاهم معاها. وبيروح يقول لفلوزي حسني من قدراتك التجسسيه بدل ما انت فضحتينا قدام الاجانب كده، وبيسالها ازاي استخدمت الوشم لانه جرب يستخدم الطباشير زيها ولكن ما نفعش. بترد ان المنشط بيختلف من شخص لتاني، وفجاه بيجري واحد ضخم ناحيتهم فبيمسكوا اكاتسكا وبيهبدوا على الارض وبينط بكوعه في بطن الراجل. بتتفاجئ فلوزي ان توم كان بيجري وراها، فبيقول لها ده واحد من هدفنا ومطلوب مننا نقبض عليه. وفجاه بيفوق الشخص وبيطير اكاتسكا بضربه واحده وبيطلع مختوم هو كمان وبيستخدم وشمه، فبيطلب منهم اكاتسكا انهم ما يتدخلوش في قتالهم. بيوافقوا وبتسال فلوزي توم مين الجدع الغشيم ده؟ بيرد ان اسمه ثيودور ويلسون وهو عضو من المافيا وجه اليابان عشان يشتري الوشوم المنتشره وسط الياكوزا اليابانيه. بيتوتر اكاتسكا من مدى قوه ويلسون الغشيمه، فبتساعده فلوزي وبتلمح له انه لسه مبتدئ ومش متقن استخدامه للوشم كويس. بيدرك اكاتسكا ان ويلسون فعلا سريع وقوي ولكن حركاته كلها مكشوفه، وبيلاقي ثغره يضربه منها في دقنه، ولكن ويلسون بيرد له الضربه اقوى في احشائه لدرجه ان اكاتسكا بيطلع دم من بقه. بيسالهم ويلسون مش انتوا من وحده استرجاع الوشوم للجيش الامريكي؟ هرجع لكم كل الوشوم ولكن هديها لمديري كنوع من التذكار. وبيكمل تلطيش في اكاتسكا وبيقرب قبضته عشان يخلص عليه بضربه واحده، وبيتفزع اكاتسكا لفكره انه هيموت وبيفتكر جمله ابوه ان لو عوزت حاجه مد ايدك وهاتها. وفجاه بيتنشط الوشم على ايد اكاتسكا وبتظهر كوره كبيره سودا بتدمر ويلسون، وبيفقد اكاتسكا وعيه بسبب النزيف. وبتتفاجئ فلوزي ان اكاتسكا وشمه من غير منشط. بيفوق اكاتسكا في اوضته وبيتصدم بتوم وفلوزي وهم بيفتشوا في اوضته ولا كانه بيت اهلهم، وبيفكروه باللي حصل اما وشمه اتنشط. وبتطلب منه فلوزي انه ينضم للجيش الامريكي ويرجعوا الوشوم اللي اتسرقت، وبتهدده وبتقول له بما ان وشمك انتشر في كل خلايا جسمك فلو ما وافقتش تنضم هنضطر نقطع لك دراع على الاقل. بيشرح له توم ان وشمه هو العدم اللي بيبلع الفضاء واسمه صانع الفراغ، ولو فشل يسيطر على قوته هيموت، فلو قرر ينضم لهم هيقدموا له كل المساعدات اللي تخليه يعرف يتحكم في قوته بدل ما قوته تبلعه هو شخصيا. بيتعصب اكاتسكا وبيرمي اللوم عليهم، فبتضربه فلوزي وترزعه على الارض وتقول له انت كنت عايز تبقى اقوى وهو بقى معاك القوه، ولكن لازم يبقى ليها مقابل زي ما انا اخدتها واتحبست في جسم مراهقه، فهسيب لك وقت تفكر وتقرر. وبيمشوا وبيسيبوه. بتنتقل فلوزي لمدرسه اكاتسكا وبيتجمع حواليها الطلاب بفضول مبهورين بيها وبجمالها، وبتسالها واحده منهم عن علاقتها باكاتسكا، فبتقرب منه وبتحط ورقه في جيبه وهي بتحضنه وبتقول لهم ان علاقتهم خاصه. بتبعدها توكو عنه وتتخانق معاها، وبيشيل الولاد اكاتسكا زي الكفن اللي هو موت وانت صغير ما تقرفناش كفايه عليك 15 سنه، وبيرموه من الشباك في البسين. في البريك بتسال فلوزي اكاتسكا عن رده، فبيتردد وبيسالها هو فعلا نمو جسمك كان المقابل لقوتك؟ بيظهر توم ويرد عليه بانها اكبر منه شخصيا ولكن نموها وقف اول ما الوشم اتحط عليها، وبيوشك يقول سنها الحقيقي ولكن بقوه ركلتها الخارقه بتخرج
بيخرج احشائه عشان يخرس، بيكافح وجعه وبيقول له انهم ما يعرفوش كتير عن الوشوم لانها اثار قديمه. بيسالهم اكاتسكا ليه انضميتوا للجيش؟ ردت عشان يمنعوا الحرب ما بين امريكا والمملكه لان علاقتهم ببعض متوتره جدا، ومعلومات المملكه عن الوشوم اوسع من امريكا، فلو فعلا هيستخدموا الوشوم للحرب ده هيدمر التوازن اللي بنحاول نعمله. بيوافق اكاتسكا على التعاون بشرط انه لو لقاهم بيخططوا لحاجات مش سالكه ساعتها هيدمرهم كلهم. بيوافقوا وبيرحبوا بيه في فريقهم. بيرن جرس البريك فبتقول له فلوزي ان تكمله كلامنا في جيب قميصك، وبتنصحه انه ياخد باله من دمه لان منشط وشمه هو الدم، وما كانتش هتستغرب لو بلعوا الفراغ اما كان غرقان في الدم. بيسيبوه وبيمشوا. وبيسالها توم بالنسبه للمقر هنبلغهم بايه؟ بترد فلوزي مش هنبلغهم بحاجه عنه لانهم لو عرفوا هياخدوه فقر تجارب عشان وشمه من غير منشط، وعمرنا ما لقينا حد متوافق مع النوع ده من الوشوم، وفي نفس الوقت ما ينفعش المملكه تكتشفه، فافضل حل نخليه تحت اشرافنا احنا ونعلمه الاول ازاي يسيطر على وشمه، بعدها يبقى يساعدنا في مهمتنا. بيستغرب توم من معاملتها الخاصه لاكاتسكا وبيقول لها مش حاسه انك متعاطفه معاه زياده عن اللزوم، بس بيعتذر بعدها وهي بتفتح قلاده فيها صوره لولد شبهها. في مملكه سيلينستان بتحصل تدميرات ووحش بيقتل بني ادمين. بتسال الاميره اريا عن الوضع فبيقول لها القائد اجيتا اننا سيطرنا على كل الاماكن الرئيسيه وقضينا على حراس الملك، مش ناقص غير انصار الملك في الجيش اللي بيقاوموا. بتأمر اريا الوحش انه ياكل ابوها لحد اخر عظمه فيه عشان مش هيتعبنا كمان في دفنته وهو ميت، وبتأمر اجيتا انه ينفذ الجزء الثاني من الخطه، وبتعلن انها هتسيطر على العالم كله. بيخرج اكاتسكا من البيت وهو بيتجنب توكو وبيمشي تبع العنوان اللي في ورقه فلوزي، وبيوصل لبيت يعتبر مخبأ الجيش الامريكي، فبيتخيل طبعا انه هيفتح يلاقي اسلحه من كل ما لذ وطاب، ولكن بيفتح له توم وبيكون بيت عادي جدا. بتراقب توكو واكاتسكا وهو بيدخل البيت وبتفكر انه بقى مريب وبيتجنبها، فلازم تكمل مراقبه لحسن يعرض نفسه للخطر. وسط افكارها بتفاجأ ببنت نظراتها ما تطمنش وبتقوم رازعه توكو ضربه. في نفس الوقت عند اكاتسكا توم بيطلب منه يجيب له صندوق من القبو على ما يرد على مكالمه، وبيتفاجئ بخبر الانقلاب في المملكه واستيلاء اريا على العرش. بيرن جرس الباب فجاه فبيقرب توم عشان يفتحه، ولكن بيتكسر وبتعوره توكو بحديده الشمسيه. وبيطلع اكاتسكا من القبو بالصندوق يتصدم بتوكو اللي بتدور على مستخدم الوشم من غير منشط عشان ترجعه للاميره اريا. اما عند فلوزي في المدرسه بيظهر واحد وهي بتركب جهاز بيكشف تنشيط الوشم وبيعرفها باسمه لاكا وانه شغال عند اريا، ومطلوب منهم ان هم يرجعوا الوشوم اللي بدون منشط. وبيهاجمها بسلاحه ولكن بتتفاداه وبتقول له بما انك جيت هنا يبقى اكيد بعتوا حد منكم عند توم. بيكون وعي توكو الحقيقي محبوس في مكان وسط ذكريات ايلي المسيطره على جسمها وعقلها، وبتشوف توكو اما ايلي خبطت في اريا وكانت هتلحس جزمتها لمجرد الوصول لهدفها، فقررت اريا تستغلها. من ناحيه تانية بيقول توم لاكاتسكا انه بيهرب عشان دي قاتله شغاله عند المملكه وجايه عشان وشمك. بيرد عليه بلا يا اسطى دي توكو عادي. قال له لا دي في حد مسيطر على جسمها. بيتشتت اكاتسكا فبيقول له توم الصندوق فيه دم استخدمه ونشط وشمك بيه. بيستخدمه وبيتفعل الوشم ولكن ما بيعرفش يتحكم في حجم قوته، وبتطعنه ايلي بالشمسيه وبتقول له ما كانش له لزوم اتحكم في جسم توكو بما انك ضعيف كده. فبيقول لها خلاص اخرجي منه وحاربيني لوحدك بلاش الجبن ده. بترد ده مش جبن دي عداله، وعدالتي هي قتلك. بتتعارك معاها توكو جوه جسمها وبتحاول تطردها منه، فبتحس ايلي بألم في راسها، فبيستغل توم الوضع وبيمسك علبه السجاير اللي هي منشطه وشمه وبيضرب اكاتسكا توكو وبيطلع توم جسم ايلي منها وبيقول لها انت قوتك الاستحواذ، وعضو من فرقه البرهمان. بتقرب منه ايلي على غفله ولكن بيبعده اكاتسكا وبيدخل سيفها في ايده، وبيستخدم اكاتسكا صانع الفراغ رغم اعتراض توم، ولكن بتوقفه توكو وبتهرب ايلي وبيبلع البيت في الفراغ. في معركه لاكا وفلوزي بتقول له انت غلطت اما ما قتلتنيش قبل ما افعل وشمي، وبتفجر المكان وتهرب منه وتروح على البيت. بتلاقي مفيش بيت من اساسه وتوم احشائه خارجه لبره، وبتطلب توكو من اكاتسكا انه يشرح لها كل حاجه بعدين، فبيعتذر لها وبيظهر على جبهتها وشم مستخبي. بيتضرب اكاتسكا مع فلوزي وبتكسبه وبتقول له ان الوشم هيتفعل اسرع اما يكون رياضي. بيخبي توم وشم توكو فبتساله هو ما بيتشالش؟ رد ايوه لانه مش وشم عادي، بس الوشم اللي في ايدي بيتشال لانه نسخه من الحقيقي ويقدر يوقف الظواهر الخارقه بتاعه المختومين. بيسالهم اكاتسكا عن وشم توكو ولكن بيكونوا محتارين هو ظهر عليها ليه وبنفس شكل وشم ايلي، فبيستغرب ليه حد يصنع الوشوم دي من غير ما يفهم قوتها او نتائج افعاله. بتهزقه فلوزي وبتقول له شوف مين بيتكلم عن عواقب الافعال وهو بيستخدم قوته زي البغل من غير ما يشوف نتائج افعاله، وبتوريهم صوره لواحد جسمه متاكل في تجربه فاشله للوشم اللي من غير منشط. بيتخض من المنظر فبتقول له ده اللي هيحصل لك لو فضلت تستخدم قوتك بالمنظر ده، وبتاخده عشان يكملوا تدريب، ولكن بيوقفهم توم ويديهم جهاز لكشف تفعيل الوشم بحيث لو حد جنبهم استخدم وشمه هيديهم انذار وهيعرفوا مكانه عشان ينقذوه. بياخدوا الجهاز وبيخرجوا يجروا لبره، وفي الاثناء دي بيفكر توم مع فلوزي ازاي المملكه عرفت عن وشم اكاتسكا ومحدش سرب معلومات عنه، وان ممكن حد عرف اما استخدم صانع الفراغ مع ويلسون. وبيطلب توم من فلوزي انهم ياخدوا اكاتسكا لامريكا عشان هما الاثنين مش هيقدروا على حمايته لوحدهم. بتقول له فلوزي اديني وقت افكر واقرر. بيعتذر اكاتسكا لتوكو انه ورطها معاه في المصيبه دي، فبتقول له انا فرحانه اني بشارك سرك. وفجاه بتلاقي مجموعه قطط وواحده منهم بتحمي قطه تعبانه، فبيسيبوهم وبيكملوا جري. وبيظهر لاكا مع ايلي بيقرروا يراقبوهم فتره بما ان الجيش الامريكي ما يعرفش عنه حاجه. بتتصدم ايلي ان القطه اتخلت عن القطه التعبانه، فبيضحك لاكا ان في الاخر هو ده الواقع وهتضطر انك تتخلى عن اللي مش قادر تاكلهم حتى لو ولادك. بتاخد ايلي القطه وبتعالجها
لاكا وبيقول لها لاكا ان سلاحها وصل وان هدفهم الجديد هو ليسا من الجيش الامريكي. بيجري اكاتسكي ورا حرامي وشوم وبيتدرب عليه بتعليمات من فلوزي وبيضربه ضربه قويه وبتقول له يتحكم في الكميه اللي بيطلقها من قوه الوشم. بترجع ايلي القط مكانه بعد ما بقى كويس وبتسيبه عشان تروح تقضي على ليسا وبتهجم على فريقها في بيتها وبتقتلهم واحد واحد لحد ما بتنشط ليسا وشمها وبتفجر الهواء وبتبعت رساله استغاثه لتوم فبيبلغ فلوزي تروح هناك وبيستشعر جهاز اكاتسكا قوه فلوزي فبيلحقها. بتكمل عركه ليسا مع ايلي وبتتفادى الهجمات ولكن بتعدي ايلي من الحيطه وبتهجم عليها. بتتفادى ليسا الهجمه وتضرب النار على طفايه الحريق تغطي عليها بالدخان ولكن بتعورها ايلي بقوتها في كتفها فبتحاول تاخدها بالكلام لحد ما بتفجر قنبله في المكان. بتقع فلوزي على مبنى وبيطلع لاكا محضر لها فخ عباره عن عقل بشري بايد قوه المختومين وهي وقعت فيه. بيمشي ويسيبها وبيلحقها اكاتسكا فبتستغرب هو ازاي بيتحرك عادي وفجاه بيشوف القنبله اللي انفجرت فبتطلب منه فلوزي انه ينقذ ليسا وبيروح هناك يتصدم بكل الموتى وبتتفجر قنبله اخيره بيهرب منها اكاتسكا وبيلحق ايلي على السطح وبتكون قبضت على ليسا. بيسالها اكاتسكا ازاي قتلت كل دول من غير ما تحس بحاجه فبتقول له ما توجعش دماغنا بالسلام المزيف بتاعك ده لان الطيبه دي هتقتلك في يوم من الايام. بيجري اكاتسكا عشان يهجم عليها ولكن بتوقعه من المبنى بضربه واحده وبيلحقوا توم وبيقول له ما تواجهش العدو لوحدك عشان ما حدش يعرف عن وجودك. وبتاخد الهليكوبتر ايلي وليسا. بتوصل فلوزي لبيت ليسا وبتلاقي تسجيل على موبايلها بتسمعه وبتأمر توم يبلغ المقر انهم محتاجين تعزيزات عشان اعلنوا انهم هياخدوا ليسا للمملكه وبتكون ليسا مع ايلي ولاكا اللي بيعالج جروحها. بيروح اكاتسكا وتوكو عند فلوزي وبتشكره انه جه وفجاه بتكلبشه وتقفل عليه القبو وتسيبه مع توم اللي بيقول له احنا عملنا كده عشان نحميك من العدو وفي الاساس احنا اخترقنا القواعد وخبيناك عن جيشنا فلو اكتشفوك او اتقتلت ساعتها فلوزي هي اللي هتتاذي منهم. بتسأله توكو طب وانا جبتوني ليه؟ رد عليها وقال لها عشان وشمك قوته بتتناسب مع وشم ايلي فعايزينك قدامنا مع اكاتسكا نراقبك لو حصل اي حاجه. بيجرح اكاتسكا ايده وهو بيفكها من الكلبشات وبيهجم على توم يفقده وعيه وبتساعده توكو وبتحاول تفتح القبو ولكن ما بتعرفش فبيستخدم اكاتسكا صانع الفراغ وحماسه بيخفي البيت كله في الفراغ. بيبلغ توم فلوزي باللي حصل فبتقول له ما تخافش هخلص قبل ما يجوا وبتحضر فرقتها يهجموا على عربيه العدو. بيخرج لاكا مع العربيه وبتنط ايلي منها فبيهاجمها الجنود بسلاحهم ولكن بيستغل لاكا تشتتهم بايلي وبيقتلهم بالصوت. بتقول له ايلي انها هتتخلص من الجنود اللي ورا على ما يخلص مع فلوزي اللي بتتفادى ضرباته بالصوت وبتيجي من وراه تضربه بالمسدس في دماغه ولكن بتلاقي مفيش تاثير الا للرصاصه الاولى. بيتابع توم تحركات ايلي السريعه وبيدي تعليماته للجنود وفجاه بيكتشف ان اكاتسكا وصل للمكان وبيعارك ايلي وبيكسر لها سلاحها بس بترزعه ضربه تطيره وبتطلع سيفين جداد تهاجموا بيهم. بتراقبوا توكو من بعيد وبتسمع صوت توم جاي من السماعه فبترد عليه وبيقول لها ادي السماعات لاكاتسكا. بترميها له فبيقول له توم طريقه يهزم ايلي بيها وهي ان قوتها مصدرها الشك فلو بطلت تراقبها هتقدر ترجع قوتها لطبيعتها. فبيقفل اكاتسكا عينه وبينجح ولكن بيفتح عين منهم اما بتساله ايلي انت فاكر كده انك كسبت عليا يعني وبتهجم عليه وبتقول له مش انت المراقب الوحيد اللي هنا. بيتوجع اكاتسكا من قوه الالم وبيصرخ فبتهجم توكو على ايلي توقفها عن اذيه اكاتسكا. بيراقبهم توم وبيتفاجئ ان قوه مشاعر توكو في حمايه اكاتسكا سحبت قوه وعززتها من وشم ايلي. بيتصارع اكاتسكا مع صوت جواه بيقول له يستخدم صانع الفراغ ويقتلهم كلهم بيه لان قوته موجوده عشان تنفي كل حاجه في الفراغ. بيعترض اكاتسكا وبيحط ايده على بطنه وبيقول له هدمرك انت وبيكسر الارض تحت ايلي وتوكو وبيضرب ايلي في بطنها وبيجهز عشان يخلص عليها ولكن بتيجي القطه اللي ساعدتها تنط في وشه وتنقذها. بيقول لها اكاتسكا انت عندك حد تحميه اهو فمش هنفيكي وبتيجي اريا من وراهم وبيدوخ اكاتسكا من نزيفه فبتنتبه اريا انه لو فضل يستخدم قوته بالمنظر ده هيتآكل في الفراغ شخصيا زي ما كانت ايلي وتوكو هيتبلعوا لو ما اتحكمش في قوته وبتاخد ايلي وبيختفوا. بيكمل لاكا وفلوزي معركتهم وبتضرب عليه بالمسدس فبيقول لها انت لسه مصممه ان شويه الهواء اللي بيخرجوا من المسدس دول هيعوروني فبتضحك وبيطلع هواء اقوى مضغوط بيوقعه من شدته. بيتصدم فبتقول له انت بتعرف تتحكم في اوزان الحاجه بس ما بتقدرش تدافع عن الموجات الصادمه وانا كنت بتساهل معاك عشان بس ليسا ما تتعورش. وبتضربه كذا طلقه هواء ورا بعض لحد ما بيتبهدل وبيقع. بتمشي فلوزي بس بيضغط لاكا عليها بالهواء وبيجيب الرشاش عشان يقتلها ولكن بتشوطه ليسا من وراه بعد ما هربت من العربيه وبتنط هي وفلوزي يخلصوا عليه وبتظهر لهم اريا مع ايلي فبيتفاجئوا وبتعلن انسحابها المره دي بس بتعترض ليسا فبترد اريا لو عايزه تعاركيني دلوقتي تعالي وبتظهر لهم مصدر وشمها اللي بدون منشط وبتقول لهم قبل ما تختفي هسيب لكم مفتاح واحد في امريكا اتعلموا ازاي تستخدموه والا هتموتوا وانت يا اكاتسكا افهم الوشوم واستخدمها كويس عشان المصدر عايزك. بيستغرب قصدها ايه بالمصدر. بيعرف الجيش الامريكي عن اكاتسكا وبتستنى فلوزي من قائدها ساندرز عقاب فبيقول لها عقابك هو انك تتحملي مسؤوليته وتعتني بيه للاخر. بيتمشى اكاتسكا مع توكو وبتظهر فجاه قدامهم اريا وايلي فبتخلع توكو اكاتسكا من الموضوع وتمشيه وتمسك اريا عشان يتنافسوا ولو فازت تبعد عن اكاتسكا فبتوافق ولكن بتفوز عليها. وبيرجع اكاتسكا يشوف المهزله اللي بتحصل وبيقعد مع اريا يقول لها انه عايز يعرف كل حاجه عن المملكه والوشوم. بتوافق بس بتساله الاول ايه سبب القتال. رد عشان يمنع الحرب وقتل الناس لان ده الصح. بتساله ده الصح بالنسبه لمين؟ لو رغبتي اتحققت فالسلام
الكلام هينتشر في العالم، ولو انضميت لصفي هفهمك كل حاجه. وبتمشي وبتقابل بيبي بيسالها هو ده التالت؟ قالت له بس محتاج ارشاد شويتين. قال لها معنى انك في اليابان ان الجزء الثاني من الخطه بدا. عند فلوزي بيسالها اكاتسكا عن هدف الجيش الامريكي من جمع الوشوم، فبتقول له للسيطره على العالم عشان ممكن تكون قوه امنه بدل الاسلحه النوويه. بيسالها طب والمملكه هدفها ايه؟ ردت معرفش، بس في اشتباكات بسبب الوشوم، هل هتبقى في صفنا؟ رد انه مش عايز يبقى مع الجيش الامريكي، بس لو انت عايزاني كصديق اوقف الحرب فهساعدك. بيجري اكاتسكا وبيقابل بيبي في طريقه وبيتعاركوا لحد ما بيستخدم قوته وبيقع اكاتسكا. بيتصل بيبي بفلوزي وبيقول لها انه هياخد اكاتسكا لفتره مؤقته وبيوديه على مركز البحوث الوشوم في اليابان، وبيقول له انهم بيستخدموا نظام الغاء الضوضاء باوامر من اريا، والنظام ده اساسه انهم بيستخدموا العقل البشري في توقيف قوه الوشوم. وبيعرفوا بنفسه انه كان عضو سابق في البرلمان بس عارض المملكه ومشي منها، وجابوا معاه هنا عشان يدمروا المركز ده. فبيدمر اكاتسكا جزء منه وبيدخلوا. بيسالوا اكاتسكا انت وشمك ووشم اريا زيي، ففي كام نوع من الوشم ده؟ رد 4 زي عدد الاماكن الاربعه اللي فيها اثار الوشوم، وامريكا مسيطره على مكان منهم والمملكه مسيطره على مكانين، وهدفهم يلاقوا المكان الرابع، عشان كده جم اليابان. بيشوطوا بيبي فجاه عشان يحميه من الرصاص، وبيضرب الحراس وهو بيعلمه انه يحس برغبه قتل العدو. وبيوصلوا المكان بيستقبلهم فيه كارام وهو عالم مجنون، وبيوريهم نتيجه ابحاثه باستخدام الوشوم المستنسخه بس قوتها الجسديه كبيره زي الاصليه، وانه امتص مصادر المختومين اللي في اليابان واجرى التجارب بمصادرهم. بيسالوا اكاتسكا ايه هو المصدر؟ بيرد انه الجوهر او الروح، وبيقول لهم نسيت اقول ان مجرد ما المستنسخين بيفقدوا وعيهم القنابل اللي في جسمهم هتتفجر، ولو عايزين تنقذوهم خليهم يقتلوكم. وبيضحك ضحكه شيطانيه. بيتعصب اكاتسكا فبيسالوا بيبي من وجهه نظرك للعداله في الحاله دي هتعمل ايه؟ انا شايف اننا هننقذهم. وبيهجم عليهم المستنسخين فبيحاولوا يتفادوا الهجمات. وبيضحك كارام وهو بيقول لمساعدته ان بيبي ما يقدرش يستخدم قوته على نطاق واسع، واول ما يستخدمها هيتبلع. بيضرب المستنسخين بسلاح ضخم، فبيمسك بيبي اكاتسكا وبيظهر قوه وشمه وبيقول له هوريك بطل العداله الحقيقي بيعمل ايه. وبيستخدم قوه الفراغ كاهتزازات بتفقدهم الوعي بس ما بينفجروش لانه بيكون اتخلص من القنابل بصانع الفراغ من غير ما يأذي اعضائهم. بيتجنن كارام وبيضربوا بيبي، وبيكون على وشك انه يضرب مساعدته بس بيضحي كارام بنفسه عشان يحميها. فبيشرح بيبي لاكاتسكا ان عدالتنا هي اننا نتخلص منهم، وعدالتهم هي انهم بيحموا بعض، ولو حد اصر انه ينفذ عدالته فعداله التاني هتتضرر، والبطل الحقيقي هيحول مثاليته لواقع ملموس وهيصر على فرض عدالته على الباقي. بيفقدهم الوعي هم كمان والجيش بيجي يقبض عليهم. بيسالوا اكاتسكا انت ما قتلتهمش صح؟ قال له القتل بيتعارض مع عدالتي. فبينبهر اكاتسكا بكلامه. بتروح اريا لكهف وبتلاقي المكان الرابع لاثار الوشوم، وبتدخل جوه اثار مضيئه. بيقابل بيبي وايزمان اللي بيقول له انت جسمك خالد بس مش هتعيش لمده طويله. بيرد عليه بيبي انه مش هيموت، وبيديله معلومات المركز وبحوثه. وبيطلع وايزمان هو الشخص اللي ادى اكاتسكا الوشم. بيتدرب اكاتسكا مع بيبي على التحكم في قوته، وبيقول له مجرد استخدام جزيئات صغيره من قوتك تقدر تدمر اعصاب العدو وتخليه معاق طول حياته، فلازم تدرك خطوره قوتك. بيسالوا اكاتسكا اصغرها قد ايه، فبيوري له شعرايه وبيقول له هدربك تستخدمها بالحجم ده. بعد التدريب بتقابل فلوزي بيبي وبتساله انت كنت رائد في الجيش الامريكي ليه سبتنا ورحت للمملكه؟ بيرفض يجاوب، ولكن بيقول لها ان الوضع بقى خطر والموضوع اكبر من انهم يستخدموا الوشوم كاسلحه، وان الاثار مش مجرد خزنه للوشوم، دي اداه لاعاده كتابه العالم باستخدام الوشوم، وعشان يقدروا يعيدوا كتابته محتاجين الاثار الاربعه، والمملكه استولت على 3 منهم. فحمي الوحيد المتبقي في جراند كانيون، وانا هوقف اريا. وبيروح لوايزمان اللي بيديله كبسوله وجهاز يعدل بيهم على قوته. بيكلم وايزمان بيبي جوه الجهاز وبيقول له ان اكاتسكا والباقي مع الجيش الامريكي والعقيد ساندرز راحوا لمكان اثار الوشوم اللي في اليابان عشان يهجموا عليهم. فبيطلب منه بيبي انه يخرج من الجهاز، ولكن بيرفض وايزمان لان ده معناه انه هيموت بلا هدف لو ما كملش تعديل قوته. من ناحيه تانية عند الجيش الامريكي بتوقفهم كال عند حدهم وبتقضي عليهم واحد واحد بمساعده 7 من الخادمات، وبتبلغ واحده منهم اريا عن الهجوم، فبتدي اريا جزء من قوتها لايلي عشان تساعد كال على ما تخلص كتابه جوه الاثار. بتتعارك فلوزي مع واحده من الخادمات وبتستغرب من قوتها رغم انها مجرد مستنسخ، وبيتخلص باقي الخادمات من اقوى مقاتلين في الوحده. وبيقرب اكاتسكا من كال عشان يهجم عليها بس قوتها بتخوفه، فبيقرر يخلع ويروح على مكان الاثار، ولكن بتظهر كال وراه في ثانيه وبتملى جسمه جروح بسيوفها عشان تشل حركته، وبتروح تكمل مهمتها هي وباقي الخادمات اللي بيتعب الامريكيين من مدى قوتهم. وبتظهر ايلي فجاه قدامهم وهي بتصرخ وبتطلق العنان لقوتها وتظهر انياب وبتتحول لاسد. بتترعب فلوزي من قوتهم ومن استهانتهم بيها وتفكيرهم انهم يقدروا يتغلبوا عليهم بعدد كبير من الجنود، وبتهجم ايلي على الهليكوبتر وبتدمرها. فبينط ساندرز منها وهو شايل توكو وبيسيب جندي يحميها وبيروح يقاتل كال، وبتساعده فلوزي. فبترحب كال بفكره انها تتخلص منهم هما الاثنين، وبتنشط وشمها بقطعه خشب بيتفادوا الضربات، وبتهجم عليها فلوزي من بعيد بطلقه هواء مضغوط، فبتتألم وبتجمع كل الهواء حواليها في نطاق معين وبترد الهجمه ليهم، ولكن بيتفاداها ساندرز وبيهجم عليها بدراعه، لكن بتقطع دراعه ورجله بسيفها وبتكمل على عينه الاثنين وتعميه. وبتروح لفلوزي المرميه وايديها الشمال خربانه وبتقرر تقضي عليها، لكن في اخر ثانيه بيوصل البطل بيبي بالمكنه بتاعته عشان يحمي فلوزي. فبتقول له كال طلعت غبي وبلعت طعم. بيراقبه
بتراقبهم اكاتسكا من بعيد وهو متدشمل على الاخر، فبتيجي اريا وبتقول له ان بيبي مغفل في فكره انه مش عايز يقتل حد، ولو تخلى عن الفكره دي كان زمانه فاز. بيتعصب اكاتسكا من كلامها وبيهاجمها، بس بتمسكه وبتغرس في دراعه عصايه. بيهاجم اكاتسكا فكرتها في اعاده كتابه العالم، فبتساله فين المشكله في اني عايزه العالم مكان افضل؟ رد بانك ما ينفعش تدوسي على اراده ورغبات الناس بحجه تحسين العالم، انت كده بتفرضي رغباتك عليهم. بترد وانت فاكر ان اللي بتعمله ده يعتبر عداله وهيغير العالم؟ في الاخر انت مجرد عيل مراهق. مثاليته المزيفه عن العداله لحست دماغه، انا كل اللي عايزاه منك هو مفتاحك. بيستغرب اكاتسكا من المفتاح اللي بتحكي عنه، فبيكمل كلامها انهم كانوا قاصدين يسربوا معلومات عن مكانهم عشان فلوزي هتصمم تشارك في عمليه الهجوم، ومعنى ان فلوزي جت يبقى بيبي حبيبها القديم هيجي عشان ينقذها، وهيكون وقع في الفخ وهتخلص طاقته وهيتبلع من المصدر المشترك، وساعتها هستحوذ على المفتاح التاني. وبتمسك اريا عصايات كتير ترشقها في كل حته في جسم اكاتسكا اللي بيصرخ من قوه الالم. اما عند بيبي فبيستفز كال وبيقول لها انت بتحبيني صح؟ ميته فيا وفي وسامتي وجمالي وجاذبيتي وحلاوتي وطعامتي، اعترفي بقى ما تبقيش مثيره للشفقه كده. بتعترف بحبها ليه، فبيرفضها وبيقول لها معلش بس انا واقع في حب فلوزي وقلبي بينتمي لها. بتغير كال وبتعوره، فبيقول لها انت فاكره اني جاي هنا وانا مش عارف انه فخ؟ بيبص وايزمان على مكانهم وبيقول ان الاداه اللي صنعها هتمنع ان مصدر بيبي يتاكل. بيتعارك بيبي مع كال وبيطلب من فلوزي انها تنقذ اكاتسكا، وفي نفس الوقت بتلاحظ ليسا ان العقيد ساندرز اغمى عليه، فبتخلي بارنز يتولى القياده بدلهم، فبيأمرهم كلهم بالانسحاب. وبتروح فلوزي لمكان اكاتسكا اللي مش عارف يستخدم صانع الفراغ بسبب قوه اريا وهي منعاه ينشطها، وبتقول له انت مش فاهم الهدف الاصلي من الوشم اللي بدون منشط، وانا مش هشرح لك عشان انت مجرد مفتاح بالنسبه لي. بتهجم كال على بيبي وتقطع دراعه بس بيركبها تاني، وبتعكس كال كل هجماته بس بيقول لها في حاجه واحده ما تقدريش تعكسيها، وبيرمي قنبله ضوئيه وبيكسر سيفها، فبتطلق العنان لقوتها وبتهاجمه. اما توكو بتخلع من توم وتروح تدور على اكاتسكا، وعند ايلي بتقرر ليسا وبارنز انهم يهاجموها مع بعض، وبيستخدم بارنز قدره الكريستال على الشجر، وبتضرب ليسا على الكريستال بالمسدس فبينفجر، وبيحاولوا يشلوا حركه ايلي بالكريستال والمسدس بس بيفشلوا، وبتعور ايلي بارنز وبتلف على ليسا عشان تعورها هي كمان، ولكن بيحميها بارنز وبياخد الضربه بدلها، وبيستخدم قوته عشان ينتحر مع ايلي بعد ما بيبعد ليسا عن التفجير. بتوصل فلوزي لمكان اكاتسكا وبتضرب بالمسدس على اريا، بس بتتحكم اريا في صلابه الارض وبتقيد فلوزي من كل حته، وفجاه بيترمي ناحيتهم جسم بيبي وهو متدشمل، وبتيجي كال وراه عشان تخلص عليه، فبيكلم بيبي قوته وبيطلب انها تزيد، وبيعترف لكال انها اقوى حد في المملكه، وبتقول لهم اريا ان البشر هم اساس كل المشكله والفساد في الارض، وانتوا فاكرين هدفي هو كتابه العالم، بس الحقيقه هي اني هعيد كتابه البشر كمان وانا معاهم. بيستغرب اكاتسكا من تفكيرها المجنون وان ازاي كل اللي في المملكه موافقين على سياستها. بيجرح بيبي من كل حته، فبتستنجد فلوزي باكاتسكا وبتطلب منه يستخدم صانع الفراغ، فبيقول لها مش عارف استخدمه بسبب اريا، بس بيحاول يكلم مصدره، وبيتكون دخان اسود من ايده بيلفت انتباههم، فبيستغل بيبي الوضع وبيهجم على كال بقوه الاهتزاز، وبيظهر مصدر بيبي فبيطلب من اكاتسكا انه ياكله. بيرفض اكاتسكا وهو بيكافح الدموع، فبيزعق بيبي وبيطلب من مصدر اكاتسكا انه ياكله. بتحاول اريا تمنعه بس بيتدخل ساندرز بالقذيفه من فوق، وبيصرخ اكاتسكا عشان مصدره بياكل مصدر بيبي، وبتعيط فلوزي عليه وهو بيعتذر لها انه فضل اناني للنهايه وعمل اللي في دماغه، وبيقول لاكاتسكا انت بقيت بطل حقيقي، وبيختفي. بيفضلوا مصدومين نفسيا من اللي حصل، فبتقول له اريا قلت لك قبل كده اني هغرس فيك كل البؤس والكراهيه اللي في العالم. وبتوصل توكو لمكان اكاتسكا، واول ما بتقرب منه بتيجي ايلي بهيئتها كاسد وتاكلها قدام عينه. بتضحك اريا وبيفضل اكاتسكا قاعد مش قادر يستوعب الصدمه، فبتقول له انت هترجع لي وبالمفتاحين بكامل ارادتك بعد ما وقعت في دوامه الياس والكراهيه. بيفضل اكاتسكا قاعد بائس ومكتئب، فبيجي له وايزمان وبيقول له انا اللي جريتك للعالم ده، وبيشرح له ان المختوم قدامه نهايتين، يا اما يتاكل من مصدر تاني يا اما يعيش لحد ما تتهالك روحه وطاقته وياكلوا الوشم. وفي حاله ايلي كانت اريا ساعدتها بقوتها فما حصلهاش حاجه، لكن بيبي طلب من مصدرك انه ياكله عشان كانت نهايته جت. بتهدده فلوزي من وراه وبيكون دراعها الشمال مقطوع، فبيقول لها وايزمان انا كنت بدعم بيبي وناوي احقق رغبته، فهتساعدوني ولا لا؟ بتساله فلوزي ايه هي رغبته، رد كان عايز يدمر كل الوشوم. فبتسترجع فلوزي ذكرياتها مع بيبي اما شاف الوشم وسالها هي كرهاه، ردت ايوه عشان سرق مني كل حاجه ونفسي كل الوشوم تختفي من العالم. فقال لها هحقق لك امنيتك. بيروحوا مع وايزمان وبيقول لاكاتسكا انه محتاج ينضج نفسيا بدل العجز واليأس اللي بياكله، فبيتعصب ويقول له هو النضج يعني هيرجع لي بيبي وتوكو ودراع فلوزي. بيهديه وايزمان وبيفتح الجهاز وبيقول له بما ان جزء من بيبي موجود جواك فادخل الجهاز هتشوف ذكرياته وماضيه اللي هيبقى مستقبلك. بينضم بيبي للبرهمان بعد ما اداهم معلومات موثوقه عن الجيش الامريكي، وبتقول له اريا انها هتديه الوشم اللي بدون منشط وهو وشم سمين، ولو فكر يخونهم فهتاخد حياته مقابل خيانته. بيتجول بيبي في المكان وبيقابل كال، فبتقول له استكشف المكان براحتك بس ما تقربش من سانسرا، وطبعا الممنوع مرغوب. فبيبص من بعيد ازاي يدخل سانسرا من غير ما يتكشف، لقى جنبه فارما عايز يدخل هو كمان من غير ما يتقفش، فبيكتفه بيبي وبيقول له انت جاسوس للملك صح؟ رد ما انت جاسوس للجيش الامريكي. قال له لا ماليش علاقه بالجيش، وساله هو ده مركز بحوث الوشوم بتاعهم؟ قال له اه بس ما فيهوش الا حارس واحد هو سانسرا. بتستخدمه الجانيشا وبتظهر قدامهم تهاجمهم، وبيتعور بيبي في جنبه وبيتقطع دراعه بس بتتجدد كل جروحه وبيرجع دراعه. بياخد فارما بيبي للملك وبيقول له انه هيقدر يكشف مخططات اريا. بيساله بيبي هي مش بنتك الحقيقيه صح؟ قال له ايوه فين
المشكله؟ رد ان ده معناه في الاغلب انها هتستولي على العرش وانت عارف مخططاتها، بس مش هتعارضها لانك حاسس بالذنب ناحيتها. فبيتنرفز الملك من كلامه وبيطردهم. فبيقابلوا اريا وبتقول له يروح مع كال يحمي الاثار الاولى، ولو ظهر اعداء اقتلوهم. فبيروحوا وبيرفض بيبي فكره انه يقتل حد عشان دي سياسته، فبتضحك كال على عبثيته وبتقتلهم بداله. بتعدي سنه ونص من ساعه ما انضم بيبي ليهم، فبيقول له فارما انه متاكد ان اريا هتقوم بخطتها قريب. فبيقرر بيبي انهم يتسللوا لسانسرا بالليل عشان يسرقوا ادله ويخلوا الملك البروتا ده يهز طوله ويتحرك. بيرد فارما انه مش عايز يزعج الملك بس مش واثق في خططه عشان بيتحرك بناء على مشاعر الواجب والحب تجاه بنته. بيهاجموا على جانيشا وبيكتشف بيبي ان منشطها هو ورق الشجر، وبيأمر فارما يدعمه وبيهجم بيبي عليها بقبضته، وبتكون طعنته جانيشا بدراعها بس بتتعالج جروحه، وبيربطوها وبيحفروا نفق تحت الارض يوصلوا بيه، بس بتوقفهم كوجولي اخت اريا وبترحب بيهم يدخلوا وبتعرفهم على اختين ليها، وبتقفش انهم جواسيس الملك بس بتاخدهم توريهم المكان اللي اتصنعوا فيه. وبيلاقوا نسخ شبيهه باريا كتير، فبتحكي لهم القصه من بدايه ما اكتشفوا اثار الوشم من 35 سنه وادركوا امكانياتها. فحاول الملك يعيد كتابه العالم بس واجهته مشكله، وهي ان نظام التحكم بالاثار كان في مكان ما عرفش يوصل له، عشان كده صنع كل النسخ دي والوحيده المكتمله هي اريا. بيحمل بيبي داتا النسخ المصنعه، وبتعرف كال انه في سانسرا بسبب مكالمه واحده من الاخوات، فبتبلغ اريا اللي بتأمرها تقبض عليهم. بيدخل بيبي على الملك بجثه فارما وبيقول له كل ده حصل بسببك وبسبب خططك، وان اريا كرهتك ولعنت جنس البشر لما اكتشفت انك قمت بتجارب حمل وولاده على 3000 شخص من عشيره لحد ما انتجوا اريا اللي ناويه تنتقم منك وتسيطر على المملكه. بيزعل الملك عشان ما كانش متوقع كرهها ليه وبيكون مستعد للموت، بس بياخد بيبي لممر سري وبيقول له اهرب بما انك اكتشفت سر اريا وبارجع انقذ المملكه. بيهرب بيبي وبيعارك كل واحد فيهم وهو بيفتكر كلام فارما، اما قال له انه درسخ فكره كشف مخططات اريا في دماغ الملك، بس ما كانش يتوقع بطل زي يحقق مخططاته على ارض الواقع ويخلي لحياته وتضحيته معنى. بينجح بيبي في الهروب وجزء من روحه بيتواصل مع اكاتسكا وبيطلب منه يقاتل مكانه، بس بيرفض اكاتسكا عشان عاجز ومعرفش يحمي حتى توكو. فبيرد بيبي انه قرر يقاتل وهو شايل امال واحمال فلوزي وفارما والملك وكوجولي والحمل الكبير عليه، فليه ما تتعاونش معايا ونقسمه، هنقدر نحقق هدفنا ومستقبلنا مع بعض. بتعدي سنه من ساعه ما انضموا لوايزمان، وبيتدرب اكاتسكا مع فلوزي والباقي وبيفوزوا عليهم كلهم. بيتصل وايزمان يقول لهم ان المملكه عرفت مكان مخبأهم وبيلاقوا رساله منهم على الارض. بيشوفها وايزمان لوحده وبيقول لهم مش عايز اوريكم الرساله. بتساله فلوزي ليه هتخبي الرساله عننا، مش فاضل لنا الا مكان الاثار الاخير في جراند كانيون. بيرد انهم حتى لو استولوا على جراند كانيون مش هيعرفوا يعملوا حاجه من غير مفتاح اكاتسكا. وبيفتح لهم الفيديو وبتقول اريا لاكاتسكا انها هتروح لجراند كانيون ولو عايز يشاركها في ابحاثها هناك يبقى يجي، وبتبان ليسا على الكاميرا وهي مربوطه. فبتتفاجئ فلوزي انها لسه عايشه وبتقرر يروحوا ينقذوها، بس بيعترض وايزمان وبيقول لهم السنه التدريب دي مش هتضيع هدر عشان اكاتسكا يروح يعارك اريا، والفيروس مش جاهز، هخليه يقابلها وهي بتفعل اثار الوشم في جراند كانيون وهزرع في ايده فيروس زي المفتاح بحيث يدمر الاثار كلها. تهدده فلوزي بالمسدس عشان يسيبهم يروحوا، وبيهاجم البرهمان جراند كانيون وبيدافع عنهم الجنود بقياده ساندرز، بس بيموتوا بهجوم من لاكا وباقي البرهمان. فبتقول لهم فلوزي يسيبوا لها البرهمان تعاركهم هي وتاماكي ويكملوا هم طريقهم، وبتهجم على البرهمان وبتتفاجئ بليسا بتصداها بتحكم من ايلي، فبيقاتلوا مع بعض وسط رغي لاكا وهو بيحكي ماضي فلوزي اللي اكتشفه وانها اول مختومه بالوشم، وان ابوها وامها كانوا علماء جيولوجيا، وصادف انهم كانوا جنب الانقاض ولزق الوشم اللي بدون منشط في الابن الصغير، والعيله كلها اختفت ما عدا بنت واحده. ساعتها عرف الجيش الامريكي عن الوشوم واخدوا البنت تحت مراقبتهم. بتزقه فلوزي وبتقول له هخلص عليك يمكن تتكتم بدل رغيك اللي صدعت دماغ اهالينا بيه ده. بينزل اكاتسكا للاثار وبتهاجمه كال وما بيعرفش يستخدم صانع الفراغ، فبيقول لها انه ما يقدرش يدمر الاثار لكن يقدر يوقفها بوشمه. بتتحداني ابقى نشوفك بتوقفها بعد ما توقفني، وبتقول له ان بيبي دمر جزء التحكم في قوتها وعلى اساسه استخدمت ملغي الضوضاء وشحنت بيه روحي وجسدي كله. عند فلوزي بيبقى الوضع صعب وهي بتتقاتل مع 2 لوحدها وبتكون على وشك تخسر، لكن بيجي 2 تبعها ينقذوها وبتسيب لهم لاكا وبيجرحوا واحد بقوته، وبتروح تهجم على ليسا بكامل قوتها وقبضتها وبتطرد ايلي من جسمها وبترجع تنقذ الجنديين من لاكا. بيكون واحد فيهم اتقطع ومات والتاني اتقطعت صوابعه، وبتضرب عليه رصاصه بالمسدس فبيتألم منها وبتقول له انها رصاصه خاصه بالمختومين جواها سم التعابين اللي انت معتبرهم ولادك وبتحبهم، وبتضربه ضربه اخيره تحت الحزام وبتحدفه ناحيه تاماكي وهو بيهجم على البنت اللي غرست مسامير حواليها، وبتقول له لو عايز يقتلها لازم يموت معاها، ويدمرهم تاماكي هما الاثنين. في نفس الوقت بتكمل معركه اكاتسكا وكال وبتعوره بسيفها في بطنه، فبيستخدم قوته عشان يشفي جرحه، وبيسالها هي ازاي عاقله كده وبتدعم سياسه اريا. بترد ان اريا اما تستخدم المفتاح الرابع وتفتح الاثار الاربعه ساعتها هتنصهر مع اخواتها كلهم في جسم واحد متحد، وهيعيد كتابته بنفسه بشكل دائم وهيتحرر تفكيرها وهتتولد ككائن بلا حدود. وبتطعنه بالسيف وتكمل كلامها بانها هتستولى على اقوى قوه وهتتخلى عن نفسها، فبيتعصب اكاتسكا وبيقول لها مش هسمح لها تتخلى عن نفسها ولازم انتقم لموت توكو. بتاخد كال وضعيه الساموراي وهي بتشكر اكاتسكا انه جيب نفسه كمفتاح وما تعبهمش في التدوير عليه، وبتقفل عينيها وبتتحداه يمشي خطوه واحده بس ناحيتها. بيهجم اكاتسكا عليها لكنها بتجرح ايده وبتضربه في رجله، وبتتخيل بيبي قدامها فبتتشتت بيه وبتصرخ انت خلاص مت، وبيضربها اكاتسكا ضربه قويه بوشمه في بطنها وبتودع بيبي قبل ما تقع. بتختفي الاثار وبتظهر اريا بشكلها الجديد، فبيمسك اكاتسكا
اكاتسكا توكة توكو وبيلبسها وبيقرر ينتقم لموتها. بيراقب وايزمان وتوم المعركه وبيضحك وايزمان ضحكه خبيثه وهو بيفتكر اما ادى اكاتسكا كبسولات وقال له انها بتقلل من استنفاذ قوته. بيهجم اكاتسكا على اريا هجوم بلا اي فائده وبترد له هي الهجمات وبيطير نص جسمه الشمال، بس بيعالج نفسه بسرعه وبيستأمن مدى قوتها ومدى ضعفه قدامها، فبتبني حواليها زي عرش وبتقول له ان القوي بيسيطر على الضعيف وبيتحكم في نفسيته وفي بيئته وبيترتب عليه خدمه الضعيف له بدون ما يدرك مشاعر ضعفه وجهله. وانت زيك زي العبد، كنت كل ده خاتم في ايدي بتتحرك زي ما انا عايزه وكل اللي متبقي هو تدميرك، وبتتصنع شكل ايد وبتهجم عليه. بيتقابل توم مع فلوزي والباقي وبيشوفوا اجيتا وهو بيدمر نفسه ذاتيا بسبب قوته اللي استنزفت وبيهدم حته كبيره في الارض وبيدخل منها فلوزي والباقي عشان ينقذوا اكاتسكا. وبتتفاجئ بساندرز واقع على الارض فبتقول له مضطر اسيبك يابا واروح لزوجي قرة عيني، فبيفرح ان بنته بقت قويه وبيقرر انه هيحمي بلده ولو ساءت الاوضاع هيستخدم قنبله نوويه. بتجري وهي بتفتح قلادتها وتشوف صوره اخوها وبتفكر انها رجعت للمكان البشع اللي خسرت فيه عيلتها واخوها. بتشرح اريا لاكاتسكا وهي بتبهدله ضرب عن الهدف الاساسي للوشوم اللي بدون منشط اللي بيتوافق مع حجر الاثار وبيفعل صانع الفراغ، وبتتجدد قوه شفائه وقوه ختم الوشم بتتقفل، وعشان يستخدم قوه الختم لازم يتوفر توافق عالي مع المختوم والتضحيه والايثار. وبما ان الانتقام عكس كل ده لانه هدف اناني بحت لرضا النفس، فانت مش مؤهل تستخدم قوه الختم، لكن انا مؤهله ومن حبي للعالم والحيوات اللي فيه اللي لازم تموت عشان خاطر الحب ده زي ما انا هضحي بنفسي لصنع عالم مثالي يحكمه. بيقع اكاتسكا وبيستهلك طاقه كتير، فبتقول له اريا ان وايزمان بيدعمك بس كان عارف انك مش هتقدر تستخدم قوه الختم وعلى اساسها جابك هنا عشان اتسلى بيك على نار هاديه قبل ما ياكلني السم. بيصرخ اكاتسكا من الالم بعد ما وقع على الارض واخترقت العصيان جسمه وبيلحقوا تماكي وبيشيله، وبتلاحظ فلوزي ان قوه شفائه بتقل بس بيصمم اكاتسكا انه ما يستسلمش وبينتقم لموت توكو، لكن بيمنعوه وبيسيبوه اكاتسكا لتوم. وبتقف فلوزي وتماكي قدام اريا فبتقول لهم انا لو منكم اهرب لان دي مجرد مساله وقت على ما ترتبط الاثار بروحي وساعتها هقضي عليكم. بيحاربوها بس هجماتهم بلا هدف، وبتطلب فلوزي من تماكي انه يحدفها وبتطير ناحيه اريا وتضربها رصاصتين، ولكن اريا بتقطع لها اجزاء من جسمها وبتدمر المكان كله فوقيهم. بيكون هرب اكاتسكا وتوم مع ساندرز في الهليكوبتر ويشوفوا اريا وهي طايره في الهواء، فبيتوتر توم وبيقول لساندرز لازم نحمي اكاتسكا عشان هو المفتاح، فبيقول له ما تخافش انا قررت النيابه عنكم عشان رايكم ملهوش فايده زيكم اننا كلنا هنا هننتحر انتحار جماعي بالقنبله النوويه اللي معايا، فسامحوني يا رجاله. وبيدوس على زرار القنبله بس ما بتتفجرش اي حاجه، فبيصيح ساندرز عن ان منظره بقى مهزأ زي الكلاون بالظبط. بينط اكاتسكا من الهليكوبتر وبيحضن فلوزي وبيقرر انه يتخلى عن نفسه لمصدره عشان ينقذها، بس بيتحول مصدره لخاتم الوشوم، فبينشكح وايزمان من خطته اللي مشيت صح وبيظهر حوالين اكاتسكا صخور قبل ما يتاكل من مصدره. وبيقول وايزمان لاريا انت ارتكبتي 3 غلطات، اولهم ما افتكرتي اني هاكلك السم مباشره وانا في الاساس اديته لاكاتسكا، وثانيا لما افتكرتي ان المصدر بيبلع المختوم بعد ما روحه تتهلك، وثالثا انك شكلتي رابط واكيد خدت بالك ان اخواتك هم قوه مصدرك، وعشان نتغلب على وحش قوته غير محدوده لازم نواجهه بوحش بنفس القوه. بيتعارك المصدرين مع بعض وبتلطش اريا في مصدر اكاتسكا لحد ما بيفوق من تحفيز توم ليه وبيهاجمها. بتقابل فلوزي بيبي مؤقتا عشان ارواحهم اتلاقت لما اتبلعت من مصدر اكاتسكا، فبتعيط وبتحضنه وبيطمنها ان كله هينتهي قريب. وبيكمل اكاتسكا ضرب في اريا. اما عن اخوات اريا ومعاناتهم لكونهم قوه مصدرها، بقرر كوجولي انها تحمي اخواتها الاصغر وتتحمل الالم لوحدها. بيراقب وايزمان ضربهم لبعض وبيقول ان قوتهم متساويه، بس بما ان اريا ما عندهاش خبره في فنون الدفاع عن النفس زي اكاتسكا فمش هتصمد، وبيكسر اكاتسكا مصدرها وبيخرج من مصدره ويقضي عليها بضربه واحده. وبيفرح وايزمان من نجاح خطته وبيقول للمساعدين يستعدوا عشان يتفاوضوا مع امريكا، وبيمسك اكاتسكا ايد فلوزي وهو بيفكر انه ورث افكار وامال بيبي وبسببه عرف يكسب وينقذهم.